إذا معنا على الخط كحيلان رئيس نادي النصر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي. بن تركي ألف ألف مبروك الفوز، وحقيقة تستاهل من يهنيك سواء بالحضور إلى الرياض لتهنئتك شخصيا أو لتهنئة الجماهير أو من خلال برنامجكم برنامج المجلس، أن نهنيكم يا أهل النصر ونقول لكم ألف ألف مبروك يا العالمي. يعني بتركي الله يطول عمرك. الله يطول عمرك أخوي خالد، وأحب أمسي على جميع الأخوة المتواجدين. لو قعدت أعد أساميهم يعذروني، بنقعد نص ساعة فيعذروني. الله يسلمهم، كلهم الحمد لله نصراويين، وأحب أبارك لهم جميعا، وأحب أبارك للجماهير النصراوية على وقفتها غير مستغربة طبعا منهم، ونرد لهم شيء من هالوفاء اللي دائما هم كانوا وفيين مع ناديهم، وحنا إن شاء الله ردنا لهم جزء بسيط في هذا الموسم. طيب أبو تركي، يعني أو خلنا أقول لك اللقب المحبب عند الأمة النصراوية يا كحيلان، برويك الصورة وأنا عارف مليون إعلامي، مليون شخص، مليون مشجع اسألك عن هذا السؤال نفسه، ولكن يهمنا أيضا في قناة الدوري والكاس في المجلس نسألك عنها. ما هو الفرق في الصورتين اللي راح نشوفها مع بعض في تحقيق النصر؟ ما قدامي تلفزيون يا خالد. أنا أعطيك الصورة الأولى، وتركي الله يحفظه ولدك يبكي بعد نهائي العام الماضي، وصورة أخرى أيضا لولدك الأمير تركي الله يحفظه بن فيصل وهو فرحان ويسلم على صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، وهو مبتسم وفرحان، وقد تكون الدموع هذه المرة هي دموع الفرح. والله أخوي خالد، أنا يذكرني شخصيا، يعني يذكرني فيني أنا والعصر الذهبي لنادي النصر. في هذاك الوقت كنت يمكن في سن تركي أو أصغر، وكان خصوصا بعض النجوم اللي عندكم الحين، حيسن ويوسف وصالح وفهد وقبلها طبعا هاشم سرور وماجد عبد الله طبعا ما ننساه، وتوفيق المقري، ترى نذكرهم كلهم لكن ما ابغى انسى احد. لكن يذكرني بهذيك الايام. انا تعلقت في نادي النصر منذ صغري. طبعا الوالد الله يطول في عمره هو رئيس هيئه اعضاء شرف نادي النصر، ومن الداعمين في بدايات تاسيس نادي النصر. فالحمد لله نعيد للاطفال الحين ان شاء الله العهد الذهبي باذن الله، ليصبح كل المشجعين ان شاء الله صغار نصراويين باذن الله، وهذا واحد منهم تركي الحمد لله نصراوي، حب هالكيان من حب قبول الكيان، لكن الحمد لله يحب الكيان وهو في القمه ان شاء الله، ويبقى دائما في القمه. طيب خلينا نتكلم على هذه الله يخلي لك تركي ان شاء الله، ويخلي لكم كل عيالكم وجماهير نادي النصر اللي وقفت خلفك حقيقه في احراز هالبطولتين. يعني ابو تركي ترى الوضع ما كان سهل، يعني ما كان وضع انه والله ان تعال انا بكون رئيس نادي انا بجيب بطوله. هناك يعني عمل كبير قمته في السنوات الاخيره، واستحملت الكلام والانتقادات والحروب النفسيه وانت ادرى فيها، ولكنك في هذه السنه عزمت على التحقيق، وبالتالي حتى اللي يبحث في الارقام وانت بنفسك ذكرتها 120 مليون ريال سعودي، بس ال 120 مليون ما جابت لك بطولة واحدة، جابت لك بطولتين. لا خالد، هي ما هي قصة المبالغ المادية فقط، هي بناء سنوات. احنا ما نتكلم على هذه السنة فقط، يعني محمد السهلاوي حسين عبد الغني في أول سنة رئاسة جبنا حسين ومحمد السهلاوي، في خالد الزيلع، وفي لاعبين كثار. في عندنا لاعبين جو من الفئات السنية خذتهم مدة للنضوج خلال سنتين ثلاثة. زي ما ذكرت سابقا انه صعبه تبني فريق كامل في سنه او سنتين. فالحمد لله يعني انا في بدايه رئاستي قلت لا تحاسبوني الا في اخر يوم في رئاستي، والحمد لله يعني هذا اللي حصل الحمد لله في اخر موسم لي. ان شاء الله ما حيكون اخر موسم، ان شاء الله في 4 سنوات قادمه اذا الجمهور النصراوي يعني سمح لي اني اكون رئيسهم لمده 4 سنوات قادمه. العمل سيستمر، الأندية تعمل. أنا في شيء بسيط بس أحب أقوله، يعني إحنا انتقدنا كثير في الأيام، في بعض الانتقادات كثير هادفة، ويعني في بعض الناس اللي موجودين عندك وانتقدوني وسمعت منهم، وفي ناس آخرين إن كانوا لاعبين أو أعضاء مجلس إدارة أو إعلاميين. لكن إحنا في الأخير اليوم إحنا يجب أن نكون
ايجابيين. يجب ان نتفائل، يجب ان نفرح. لن نتوقف على العمل اللي عملناه فقط. يعني تفاءلوا بالخير تجدوه. الكمال دائما لله عز وجل. لكن احنا سنعمل على السنوات القادمه زي ما قلت لك، اذا رشحت للفتره المقبله على تقويه نادي النصر ان شاء الله. هذا ما هو طموحنا بس انه لسنه واحده او ونرجع الى الوراء ان شاء الله. انا اعد بالمنافسه الشرسه على جميع البطولات وتحقيقها بعلم رب العالمين وبتوفيق رب العالمين. لكن ان شاء الله العمل سيستمر. احنا وصلنا الى نقطه مهمه انه الفريق بدا يحقق البطولات لما اللاعبين الصغار اللي عندنا، صغار السن طبعا، كبار في القامات ما يحتاج، لكن اللاعبين يبدون يتعودون على البطولات. اللاعبين لعبوا مع بعض مده اكثر من 3 سنين، خصوصا اللي موجودين الان في الفريق الحالي. هذا بالعكس يعني يقلل من حتى المبالغ اللي بتصرفها في السنوات القادمه. بتكون اقل لانك تدور الكيف ما هو الكم زي اول. وهذا اللي بدأناه في اخر سنه. ما جبنا لاعبين كثير في الموسم السابق. طيب خلينا نتكلم على الاختيارات هذه السنه والدعم ايضا هذا العام. يعني الامير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر يدين الى من بعد الله سبحانه وتعالى؟ يعني من الناس اللي فعلا اللي كانوا واقفين معاك يا ابو تركي في ازماتك الشديده، في لحظات يعني حتى يعني تخبر لما يطلع موضوع يقول لك والله اللاعبين ما استلموا الرواتب وما شابه ذلك، تلاقي ناس يجون يعني يساعدونك يوقفون معاك ولا يهمك يا ابو تركي هذه رواتب اللاعبين او العقود المتاخره، او في ناس اكيد وقفوا معاك وقفه رجل. ما في شك على راسهم سيدي صاحب السمو الملكي الامير تركي بن ناصر بن عبد العزيز الوالد وعائلتي. طبعا انا ما اتكلم فقط ماديا وبالنسبه لامور النادي، انا اتكلم الواحد يمر في ازمات زي ما ذكرت في بدايه هذا، ما هي فقط ماديه، لكن عائلتي طبعا واقفه معي من اول يوم الى اخر يوم. بالنسبه لاعضاء شرف، في اعضاء شرف لا يرغبون بذكر اساميهم، لكن ادين لهم بكثير مما حصل لنادي النصر والفيصل بن تركي شخصيا. طبعا في اعضاء شرف موجودين عندكم وفي اعضاء شرف موجودين على الساحه وذكروا، واحب اشكرهم كلهم، ما ابغى انسى احد واترك احد. لكن الحمد لله على كل حال المشروع اللي كان موجود من بدايه فتره الاداره في الاخير اثمر الحمد لله. احنا كنا نتكلم في وقت سابق على نسب معينه على 20%، ما حد صدقنا في البدايه، لكن الحمد لله احنا لن نصل الى 100%، ولن أقول وصلنا إلى 40 ولا 35 ولا 60. ضحكوا الناس في هذه الأيام على قصة النسب وما النسب، لكن الحمد لله المشروع احنا مشينا فيه، ما سمعنا للغوائيين إن كان في الإعلام أو من الأندية الأخرى، وهذا مشينا في مشروعنا والحمد لله تحقق المنال اللي كنا نسعى له يعني الحمد لله. في الأخير احنا الاستمرارية في المنافسة هي الأهم بالنسبة لنا، لكن أقول للنصراويين الآن استمتعوا، افرحوا. يوم الأحد التتويج، أدعو جماهير نادي النصر العظيمة اللي الدوري ما حققوه من 19 سنة، يمكن الأجيال يعني لن تنسى، خصوصا العمالقة اللي عندكم في الاستديو كلاعبين، لكن الأجيال اللي الآن نذكرها بتاريخنا، لكن لازم نبني مستقبل قوي بإذن الله. طيب خلني أذكرك برسالة ذكرتها أنت في بداية الموسم أو قبل بداية الموسم، ليلة بداية الموسم تحديدا يا أبو تركي، يوم قلت جماهير النصر الوفية يبدأ الموسم غدا، فكونوا في الموعد مع نجومكم وسندوهم، وبإذن الله سيسعدونكم هذا الموسم. كنت واثق يعني؟ أنا واثق ثقة أنه أولا الثقة في جمهورنا شيء كبير، لكن واثق ثقة أنه بننافس. وعندك عضو مجلس إدارة كان قاعد معي أنا والمدرب العام الماضي الأخ فهد الطخيل، وكنا نتحدث على الموسم القادم. يعني طبعا هذه نقدر نحكيها الحين، وفهد يمكن حكاها قبل بس أكدها أنا الآن. أنا قلت للمدرب السنة الجاية هدفنا الدوري الممتاز، هذا أهم شيء، وعملنا على هذا الشيء الحمد لله. كنا مركزين على الدوري، وفي الطريق أتت بطولة مهمة جدا باسم سمو سيدي ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، والحمد لله هذا اللي حققناه. يعني
في ناس تذكر انه جت بعدم تخطيط. بالعكس احنا مخططين على هذا الشيء هذا الموسم، لكن ما كان تقدر تعلن انه تخطيطك على الدوري في بدايه الموسم. لكن الحمد لله انا بس ادعو جماهير نادي النصر كما تكلمت معهم في بدايه الموسم، اقول لهم يوم الاحد باذن الله 63 ألف متفرج بيكونوا في الدرة ليحضروا تتويج العالمي بإذن الله للانطلاقة بإذن الله في السنوات القادمة إلى البطولات والسعادة الدائمة بإذن الله. طيب خلينا نتكلم على الخطوة الممتاز، بما أن احنا جبنا طاري الجماهير و63 ألف متفرج. حقيقة أول شيء بدنا نشكر جهودكم الجبارة، لأن أنتم لبيتوا رغبة جماهيركم فإنها تحتفل بصورة كبيرة وعريضة، وبالتالي نقلت المباراة من ملعب التعاون اللي أيضا لابد نشكر تعاونهم معاكم إلى ملعب الملك فهد، ولكن يبدو لي في البداية واجهتوا صعوبات. لا والله أخوي خالد، احنا ما عملنا شيء. الأمر كان أمر بالنسبة للدفاع المدني في مدينة بريدة، وهذا أمر صار بين هيئة دوري المحترفين والاتحاد السعودي والجهات الأمنية. ما كان لنا سعي في هذا الأمر، لكن طبعا سعدنا انه تكون في الرياض لان الملعب اكبر ويستوعب جماهيريه اكثر. بالنسبه للقصيم او اي مدينه من مدن المملكه يسعدنا انه نكون فيها، لان جماهير نادي النصر الحمد لله منتشره في جميع انحاء المملكه. نادي التعاون اشكرهم شكر جزيل جدا على تعاونهم مع نادي النصر، وبيكونون يعني مشاركين في تتويج بطل هذا الموسم اللي هو نادي النصر. ونادي التعاون تربطنا فيه علاقات كبيرة جدا من تاريخ الرمز رحمة الله عليه الأمير عبد الرحمن بن سعود. وإن شاء الله تكون مباراة ممتازة. احنا داخلين المباراة، احنا نقول للتعاون احنا بنتوج، بس احنا داخلين المباراة نبغى نحطم الأرقام القياسية بإذن الله. طيب أنت على فكرة يعني خلينا نتكلم على الموضوع أيضا، أنك أنت قمت وتكفلت بنقل الجماهير اللي ب 15 حافلة من القصيم إلى الرياض. لأن خالد صراحة كانت المباراة في القصيم، فأهل القصيم اللي يبغون يحضرون يعني، وكانت تصعب عليهم الحضور لمدينة الرياض في هذا الوقت، أما لأسباب النقل أو هذا. حنا بالعكس وفائنا لجماهير القصيم وجماهير المملكة العربية السعودية النصراوية طبعا بشكل عام، لكن جماهير القصيم كان التتويج بيكون عندهم، فحنا دعوناهم الى ناديهم الى تتويج ناديهم في مدينه الرياض. اكثر حضور جماهيري هذه السنه اتصور نادي النصر، لان 360,000 و799 متفرج حضروا لنادي النصر، صح؟ في الدوري فقط. ها صحيح، بس انا كل المتغيرات اللي ذكرت من الاخوان في هيئه دوري المحترفين او في شركة عبد اللطيف جميل، العامل المشترك بينها وبين كل هالأرقام هو نادي النصر. فالدوري كان يقام له أكثر من 40 سنة، هذه أرقام كلها قياسية، وأنا قلتها دائما إنه الحمد لله جمهور نادي النصر أو نادي النصر متى ما وجد في المنافسة كل شيء بيصير أجمل. تفضل أبو تركي، مساء الخير. هلا مساك الله بالخير. سلمان طال عمرك المالك، كيف الصحة يا طيب؟ هلا وغلا مساك بالخير. ألف مبروك هالبطولتين، ومبروك قبلها كلها المستوى الجميل والعمل الرائع اللي تقوم فيه. الله يسلمك أنت وكل أعضاء مجلس الإدارة والقائمين على النادي. عمل نفتخر فيه كرياضيين قبل ما نكون نصراويين. وأنت شخصيا أخوي سلمان أشكرك لأنك ما قصرت معنا، الله يطول عمرك. الله يسلمك، ما سوينا الواجب وأقل. طويل العمر، السنة هذه اللي لاحظته أنا بالنصر، من يوم ما يدخل واحد نادي النصر يشعر أن النادي كله خلية عمل. لا حتى القائمين في النادي اللي يعملون ناس يمكن مجهولين ما أخذوا حقهم. يعني في ناس أنت وضعت ثقتك في ناس يعملون معك وفي إدارتك فعلا كان لهم دور. يعني سالم العثمان، طلال النجار، حتى الفئات السنية، الحقباني، العيسى، الأخ الشيدان، طبعا قبلهم العميد فهد المشيقح، أبو فيصل معانا. فينا يعني نشعر أن النصر الإدارة واللي يعملون في النادي كلهم كتلة واحدة. اللاعبين أنا لما أشوفك تتكلم معهم وقريب منهم أشعر يعني أنه فعلا هذه أحد أسرار
نجاح النصر هذا الموسم؟ قربك يا سمو الأمير، تفاعلك معهم، وجود الأشخاص اللي معك يعملون في النادي، مجرد ما الواحد ينظر للمشهد هذا كان يعتقد أنه نهايته بطولة. فأنا أشكرك وأشكرك على ثقتك في هالناس اللي موجودين ودعمك لهم، وحنا بالنسبة لنا كسبنا يعني أو طمعانين نكسبك في 4 سنوات كمحبين للنصر، وإن شاء الله أنك نشوف على عهدك القادم بطولات قارية وتعود من خلالها النصر لتمثيل آسيا في كأس العالم إن شاء الله. الله يطول عمرك. وأنا بالعكس أنا شكرت الجميع وأشكر أعضاء مجلس الإدارة جميعا، لكن بس في واحد بخصه، أنا شكرته مرة واحدة وما أبغى يكبر راسه علينا، سالم العثمان شكرته في البرنامج شقيق كورة يكفي عاد مرة واحدة، مو ثم يكبر راسه علينا مع اللاعبين ويشوف نفسه علينا. والله كلهم رائعين يا طويل العمر. صحيح فريق العمل كان رائع، ما هو هذه السنة من كل السنوات، لكن الحمد لله كل اللي موجودين أول شيء إخلاصهم وحبهم لنادي النصر، هذا أهم شيء، تفانيهم وفي العمل، وكل الناس اللي يعملون أغلبهم متبرعين من حبهم لنادي النصر. فالحمد لله كان في تناغم واضح وكبير بيننا جميعا، حتى في الجهاز الفني والإداري واللاعبين الحمد لله. وإن شاء الله الاستمرارية هي المهم، لكن زي ما قلت لازم نفرح الحين. تفضل. وتركي مساك الله بالخير، اخوك حمد المبارك. هلا مساك بالخير اخوي حمد. شلونك طال عمرك؟ الحمد لله، واحب اشكرك بعد يا اخوي حمد على جهودك الكبيره هالموسم. الله يطول عمرك. اول شيء ابو تركي انا بقول حاجه مختلفه، يعني انه من عمل معك ابو تركي ليست مجامله، يمكن انا ما قدرت اقولها امامك ابو تركي، لانه من يقف مع ابو تركي وجلس معه احيانا لا يستطيع ان يقول له الكلام اللي في خاطره. ولكن انا من الموسم الماضي ابو تركي امانه لما عملت مشرف على فريق الناشئين، الأمير فيصل بن تركي يعني ذكرنا برجال يعني يذكرون أحيانا في التاريخ أنه يعطي الرجل حقه في العمل، يعطيه مساحة من العمل. أمانة أبو تركي من الموسم الماضي أعطيتني المساحة من العمل، أعطيتني التشجيع، أعطيتني الحرية في اختيارك، تتابع الصغيرة قبل الكبيرة، تعرف أسماء اللاعبين الناشئين يا أبو تركي، تعرف الصغار، تعرف المميز، تعرف غير المميز. حتى أني أنا استغربت من بعض الأمور أبو تركي، أنك تعرف اللاعب هذا يعني هل بيصعد الموسم القادم للشباب أو هو الباقي في الناشئين. فهذه أمور أبو تركي أمانة يعني ما يعرفها إلا رجل يعني مثل الأمير فيصل بن تركي يكون ملم بجميع الأمور، فهذه تخفى على كثير من الناس. عندما يتحدث أحد أبو تركي عن بيئة النصر وأنه الأمير فيصل بن تركي يعني ليس بجاذب، أنا أعطي مثال بسيط. أنا من الناس اللي أمانة أبو تركي ويشهد الله علي، وقلتها لك أبو تركي أكثر من مرة، أنه حبي وعشقي للنصر لا يعني أساوم عليه أحد، ولكن وجودك في هذا المكان يشجع ويجذب وبشكل رهيب، يعني جذب لا طبيعي، وتجعل الشخص مرتاح شخصيا، تناقشه في أمور، تعطي حقه. الأمور اللي أنا ناقشتها أبو تركي في موسم الماضي أمور الناشئين، يعني أنا يعني استغربت أبو تركي أنك تعرف حتى اللاعب هذا، أنا أحيانا ما أعرفها وأنت تعرفها أكثر مني، كيف اللاعب هذا يصعد لفئة الشباب. فهذه أمور صراحة أبو تركي ليست يعني أنا أتوقع أنها يعني ما أبغى أسقط على أحد، ولكن ما أتوقع أنها موجودة في أي رئيس نادي. أنا ولا أخوك يا أبو عبد الله، أنا اللي الظاهر إني كنت لاعب وأنا صغير وكذا، فبس يعني الآن لو أرجع لوراء صرت لاعب، لأن يمكن أدخل الملايين أكثر. أشهد لك والله في أمور السياسة، أشهد لك أبو تركي. الأمر الثاني أبو تركي الله يسلمك، أنا وجهة نظري طويل عمرك أنه الأمير فيصل بن تركي أنك أنت صنعت نصر جديد، نصر جديد أبو تركي لا يضاهي أي نصر. يعني صبرنا 20 سنة ما عدنا للبطولات، لا أنا بالنسبة لي أقول أن الأمير فيصل صنع نصر جديد، نصر 2014، نصر أرقام قياسية، نصر مبهر، نصر يعني أعجب الجميع، أعجب الخصوم قبل المحبين أبو تركي. فللأمانة يعني عندما نشاهد أن الأمير فيصل بن تركي أعاد النصر للصفقات المدوية والصفقات الكبيرة قبل ما يعيدنا إلى بطولات، يعني النصر لم يكن ينافس على أي لاعب، ولكن كنا نشاهد الفرق تنافس أبو تركي ونحن في حسرة. يعني نشاهد الهلال والاتحاد والشباب أحيانا بعض الأحيان يدخل في صفقة،
بينما نادي النصر ياخذ يعني مع احترامي اللاعب اللي لا ينافس احد عليه في يعني اساسا، وفشله مقدم يعني على نجاحه، ولكن مع وجود الامير فيصل وترشيحه لاول سنه في 2009 صفقه يعني ظلت 5 سنوات الناس تتحدث عنها، لم يغطي هذه الصفقه الا صفقه اخرى، صفقه يحيى الشهري. تذكر لمن؟ تذكر للامير فيصل بن تركي. فامانه ابو تركي انت اعدتنا للصفقات قبل ما تعيدنا البطولات، اعدتنا للمشهد الاعلامي اللي يستحق نادي النصر ومشهد الكروي اللي يستحق نادي النصر قبل ان نعود البطولات، فلذلك ليس مستغرب النصر يعود الى بطولات ما دام رجل يقف وراء خلفه الامير فيصل بن تركي. نحن ان شاء الله معك ابو تركي، نحن قطره في بحرك. ما تقدم يا ابو تركي صراحه يجعل الشخص المحب والعاشق نادي النصر يعني يذهب معك ابو تركي الى اي مكان ويتفق معك في كل شيء، لانك انت رجل عاشق ومحب، اتيت لخدمه هذا الكيان، وصلت بالنصر الى مكانها الطبيعي. وانا اقول يا ابو تركي وبكل فخر انه الامير فيصل بن تركي هو من صنع النصر الجديد. هذا النصر الجديد صنع الامير فيصل بن تركي، واقدم الشكر لك ابو تركي. انا استغل هذه الفرصه لاذكر اللي حببنا في نادي النصر. طبعا زي ما قلت لك يعني الوالد الله يطول عمره، لكن لن انسى المغفور له باذن الله الامير عبد الرحمن بن سعود، رمز النصر الحقيقي ورمز النصر الاوحد. ولن انسى النجوم اللي موجودين عندك الحين، هم اللي حببونا في نادي النصر. صح. اي نعم الان في نجوم موجودين في نادي النصر، لكن نرجع ما في احد بدون تاريخ، وتاريخنا يسعدنا ويسعدنا هالنجوم اللي عندك اللي موجودين واللي غير موجودين، اللي صنعوا تاريخ الذهبي لنادي النصر. واحنا ان شاء الله نحاول نصنع لو جزء بسيط او نقدم جزء بسيط اللي عمل الامير عبد الرحمن الله يغفر له ويرحمه، والهالنجوم اللي عملوه. الان عندنا نجوم، لكن النجوم اللي عندك حققوا الكثير. ان شاء الله في المواسم القادمه نحاول نحقق جزء من ما حققوه باذن الله. الله يسلمك ابو تركي، اشكرك. الله يسلمك. خذ راحتك. جزاك الله بالخير ابو تركي. هلا مساك بالخير. كيف الحال؟ خميس معاك. هلا وغلا. هلا كيف حالك؟ انا والله يمكن اخالف الجميع كلهم. اخالفهم في انك تحملت قساوتنا، وخصوصا بالذات انا واحد يعني احنا تعلمنا ان في نادي النصر على الصراحه. ويمكن الصراحه احيانا تكون مره وقاسيه، ولكن احنا عشنا في هالكيان وتعلمنا على الصراحه، وكانت صراحه احيانا تكون جارحه. تحملت هذا الشيء كله في سبيل انك تعود بالنصر الى البطولات. فاتمنى صراحه ان احنا نكون ضيوف خفيفين عليك، ولكن في الاخير هدفنا كله مصلحه النصر، والهدف اللي انت جيت من اجله كحب للنصر. واحنا عارفين يمكن انا واحد من الجيل اللي قبل هذولي، وكنت انت في عمر ابنك تركي الله يحفظه لك، وكنا احنا نلعب في المنطقه الشرقيه ونفوز، ودائما تيجي تباركنا بعد المباريات. لهالسبب احنا كان عندنا ميانه اكثر لمعرفتنا بك وعشقك للنصر، وكان يمكن عندنا الصراحه جارحه، ولكنها في الاخير هذا انتمائنا للنصر كلنا. احنا نقول كثر الله خيرك، والله يجزاك خير على تحملك ال3 سنوات الماضيه لنا، من خلال انتقاداتنا ومن خلال آرائنا الفنية اللي يمكن أحيانا تكون حتى جارحة، ولكن ثقتنا في سموك وحبك لنادي النصر وعلاقتنا فيك هي اللي أوصلتنا لهذا الشيء. احنا اليوم نفرح معك ونفرح بك ونفرح بجماهير نادي النصر ونادي النصر، وأتمنى صراحة إن شاء الله في القادم الأيام كلنا نكون نفرح دائم. وفي الأخير برضه في لي نصيحة محب، لأن احنا يجب أن نؤمن بمبدأ التخصص، وكل واحد في تخصصه. خياراتك إن شاء الله نثق في الله ثم فيك، إن خياراتك إن شاء الله مستقبلا حتكون كلها بإذن الله مفيدة لنادي النصر، ويعود نادي النصر. أملنا فيك وطموحاتنا أكبر من البطولتين هذه، أملنا إن شاء الله في المستقبل. نتمنى إن شاء الله أن الله يوفقك ويسعدك مثل ما أسعدتنا كلنا كلاعبين وكجماهير وكرياضيين محبين لنادي النصر. الله يطول عمرك أبو سعد. وأبو سعد أنتم اللي أفرحتونا في هذا، يعني وإحنا صغار في هذاك الوقت، وأتى الوقت إنه نفرحكم شوي في هالأيام إلى البطولات.
فأتمنى صراحة ان احنا نكون ضيوف خفيفين عليك، ولكن في الأخير هدفنا كله مصلحة النصر، والهدف اللي انت جيت من أجله كحب للنصر. واحنا عارفين يمكن انا واحد من الجيل اللي قبل هذولي، وكنت انت في عمر ابنك تركي الله يحفظه لك، وكنا احنا نلعب في المنطقة الشرقية ونفوز، ودائما تيجي تباركنا بعد المباريات. لهالسبب احنا كان عندنا ميانة اكثر لمعرفتنا بك وعشقك للنصر، وكان يمكن عندنا الصراحة جارحة، ولكنها في الأخير هذا انتمائنا للنصر كلنا. احنا نقول كثر الله خيرك، والله يجزاك خير على تحملك الثلاث سنوات الماضية لنا، من خلال انتقاداتنا ومن خلال آرائنا الفنية اللي يمكن أحيانا تكون حتى جارحة، ولكن ثقتنا في سموك وحبك لنادي النصر وعلاقتنا فيك هي اللي أوصلتنا لهذا الشيء. احنا اليوم نفرح معك ونفرح بك ونفرح بجماهير نادي النصر ونادي النصر، وأتمنى صراحة إن شاء الله في القادم من الأيام كلنا نكون نفرح دائم. وفي الأخير برضه في لي نصيحة محب، لأن احنا يجب أن نؤمن بمبدأ التخصص، وكل واحد في تخصصه. خياراتك إن شاء الله نثق في الله ثم فيك إن خياراتك إن شاء الله مستقبلا حتكون كلها بإذن الله مفيدة لنادي النصر، ويعود نادي النصر. أملنا فيك وطموحاتنا أكبر من البطولتين هذه، أملنا إن شاء الله في المستقبل. نتمنى إن شاء الله أن الله يوفقك ويسعدك مثل ما أسعدتنا كلنا كلاعبين وكجماهير وكرياضيين محبين لنادي النصر. الله يطول عمرك أبو سعد. وأبو سعد أنتم اللي أفرحتونا في هذا، يعني وإحنا صغار في هذاك الوقت، وأتى الوقت إنه نفرحكم شوي في هالايام ان شاء الله في المستقبل باذن الله. وبعدين ترى انا اي احد يلعب باليسار ترى عندي يعني نقطه حساسه. انتم حيث معلش اسمح لي صالح نقطه حساسه بالنسبه لي، لان انا العب باليسار. انا في النص طال عمرك، انا في النص عندي مجهود، انا في الوسط. داري الله يطول عمرك. وتركي يا اخوي للحين زعلان على الكابتن محيسن الجمعان ليه؟ ما يمكن. لا ما يزعل عليه، لا عشان ولده بس. لا ما في مشكلة، بالعكس إن شاء الله قريبا أول ما يجي خلص عقده، أول ما يخلص عقده يجيبه. لا يطول العمر. بقول مساك الله بخير لحين. مساك بالنور. الله مبروك ومبروك لنا جميعا. وعلى فكرة أنا مربي مبارك وليدي الصغير إن شاء الله للنصر، وبتشوفه إن شاء الله قريب. لا أنا متأكد إن شاء الله بيكون زيك أبد، أكيد بيكون. لا وشمال بعد يشوت شمال ويمين، لكن يستخدم الشمال أكثر. لا وينط زي النطة اللي نطيتها في الأخير. المشكلة قصة النطة ما حد عرفها ترى. يعني في آخر المباراة احنا قاعدين في الدكة اللي في الجهة الشمالية، فأنت ما تشوف إن الفاول صار على الخط أو جوا. ففي آخر الوقت يعني تعرف آخر دقيقة وبعدها بدقيقة صفر، فهذا سبب النطة. أنا خفت زي ما كتبت في التويتر إنه يغار مني أبو عبد الله على الهدف الشمالي. والله نطة مجدية صراحة هذه. شفت لو الحمد لله إن أول ما لعبت ولا كان خذيت محلات. طويل العمر يعني ما بقى إلا أنا من الفنيين. أنا باركنا ببعض في التليفون بعد، لكن مناسب أقول لك مبروك في هالحلقة الجميلة اللي سواها إخواننا في القناة الدوري والكاس. وأقول ترى على فكرة يعني هي البطولات ما شاء الله تبارك الله، يعني في الأخير يظهر لها نجوم كثيرين. أنا دائما أكرر وراح أكرر باستمرار لأنهم يستحقون. الجماهير هم النجم الأول، لكن أنت ما شاء الله عليك أيضا كنت بتحملك وصعب الحقيقة، خصوصا مع النصر وأوضاع النصر، لكن ما شاء الله عليك يعني بالتحمل اللي تحملته كل الفترة اللي راحت، مثل ما قال الكابتن يوسف، بقساوة النقد، بالمطبات الكثيرة اللي حدثت داخلية وخارجية. نعيد مرة ثانية نقول لك مبروك، ولكن أعتقد أن احنا الآن بدأنا. أنا أعتقد أنه النصر يستحق الكثير، ورجوعنا العالمية إن شاء الله من هالمنطلق بإذن الله المواسم القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. وأبو أسامة أنا أحب بس أقول شيء،
كثير من الناس تعتقد انه بس اللاعبين اللي في الوسط او في المهاجمين هم المهمين في الفريق فقط، لكن انا دائما اقول لابراهيم غالب وشايع اكثر الوقت صحيح نحاول. اذا انتم اثنين كنتوا في يومكم فكل الفريق حيكون ممتاز، وهذا كان محلك يا صالح، وكنت انت دائما المحور اللي ما شاء الله عليه يعني يحرك الفريق كله. فاذا كانوا المحاور دائما في يومهم كل الفريق يكون في يومه. بارك الله فيك. مساء الخير ابو تركي. جزاك الله بالخير ابو فيصل. هلا كيف حالك؟ الحمد لله الله يطول عمرك. طول العمر. انا اولا محظوظ اني عملت معك وتحت لي الفرصه اني اعمل في ادارتك واكون قريب واشوف ماذا يحدث وماذا يعمل الامير فيصل بن تركي. كثيرا ما اللي بعيد عنك ما يعرف العمل. قالوا انكم مطبلين، انكم لانكم تحبونه. يعلم الله حبيناك من حب النصر، ولكن أتمنى البعيدين أنهم كانوا بمكاني وشافوا، لا أقولها تزلفا أو مجاملة. وأنت تعرف كيف مرت أيام، كيف لما صفقة باستوس أو بعض اللاعبين، كيف الأوقات الحرجة اللي تمر عليك في وقت، كيف تجد إيجاد 5 مليون بلحظة. وكيف أتذكر لما أحضرت المبلغ 5 مليون ولازم يرسل الآن وهي على بنك آخر وتريدها إلى بنك ثاني، أشياء لا يعلمها البعيدين. وكيف ليالي أمضيتها في جلب صفقات كانت صعبة. كذلك تواجدك أقرأ، قد أكون يعني مبالغ لما أقول أعرف النتيجة مسبقا وأقراها، وأنت تعرف الشيء هذا في ملامح وجهك في ليلة المباراة أثناء المعسكر، بعد ما تجتمع مع اللاعبين وبعد ما ينتهي التمرين ونعرف مستوى التمرين. أشاهدك مبتسم وسعيد بما يحصل هنا. أكون أنا تنبأت في النتيجة وأنت تعرف الشيء هذا، تعرف ماذا حدث بعد مباراة التعادل، مباراة الكاس والعهد مع الشباب، كيف أنا كنت غضبان جدا ولما قابلتك. ويعني أنا أتمنى الناس البعيدين والله يعيشوا الأجواء اللي أنا سعيد جدا ومحظوظ بدون مجاملة أني كنت قريب وأطمن أنه أعرف ماذا يعمل هذا الرجل. العمل الجبار اللي كانت حصيلته بطولتين. الشكر قليل بحقك، وكما ذكرت شيء محرج ان مثلا اللي انك تذكر شخص او اخر اللي عملوا مهما كان عملك كل شاهده. الناس تريد النتيجه وهي البطولات. الحمد لله تحققت البطولات. الله يوفقك ويسعدك، ونقول من القلب شكرا يا سمو الامير. الله يطول عمرك يا ابو فيصل، وانا اشكر الجميع يعني لهم دور في نجاح هذا الموسم، وان شاء الله يعني ان شاء الله نقدر نقدم لهم الافضل ان شاء الله في المواسم المقبله. لكن انا احب اقول للجماهير جميعا، للي كانوا معارضين، للي كانوا في الاخير كلنا نصراويين، في الاخير كلنا نجتمع على هالكيان، كلنا نحب هذا الكيان. إن كان فيصل بن تركي موجود أو فيصل بن تركي ما هو موجود، التكاتف وتكاتف الجميع، وأدعو الجميع للوقوف مع ناديهم. وأي أحد غلط علينا أو أي أحد غلط علي أنا شخصيا أو أي أحد غلط على أحد من أعضاء مجلس الإدارة، اسمحوا لي أعضاء مجلس الإدارة، تمون إحنا مسامحين. وبالعكس هذا قوة النصر في تكاتف الجميع بإذن الله. بس يا سمو الأمير لو سمحتوا لي بس ثواني. أنا الإخوان في تويتر يراسلوني من الجوف طول العمر، يقولون الأمير ما قصر، سير الباصات من القصيم، لكن يقول ما حصلنا حجز من الجوف، فليتك يعني تحل الموضوع لجماهيرنا اللي في الجوف. إن شاء الله بنسعى لحل المواضيع كلها بإذن الله. أبو تركي، عبد العزيز السويد معي. عبد العزيز اكيد عرفت صوتك. لا بس انا يعني الموسم هذا يعني اكيد انك استفدت من التجارب السابقه. انا بتكلم من الناحيه الاعلاميه وكيف قدرت ان ما حد استطاع جرك خارج الملعب. طبعا هذه اكيد انها من تراكمات خبره. الشيء الاخر برضو اللي انا يعني اشاهده في المشهد، اللي دائما اذا صار عندك جنود يجب أن يكون في قائد شجاع. شجاعتك هذه في مواجهة المواقف، شجاعتك هذه في قربك من اللاعبين، في وجودك في الدكة. يعني أنت مثلا من الناس اللي ما عمرك
اختبأت حتى في مباريات مصيرية، لا في غرف ملابس، لا سافرت الأشياء هذه، لا كنت قريب من اللاعبين، كنت متواجد معهم. حتى حسين عبد الغني في مباراة من المباريات أو في حديثه كان يقول يعني من ضمن الأسرة اللي هو الأمير فيصل بن تركي كان من ضمن الأسرة النصراوية، كان يحسسنا فعلا بالتحدي، كنا نريد الفوز ونريد نقدمه له. أنا أتذكر في يعني في إحدى خلينا نقول في نهايات الموسم الماضي أنا كلمتك في التلفون، فكنت أقول لك يعني في نهاية الموسم وش أنت قاعد بتقدم الموسم الجاي، فأنت بالنص هذا قلت أنا الموسم الجاي يعني بلغة عامية راح أحط اللي وراي دوني، إن نجحت فأنا يعني نور على نور، وإذا ما نجحت فأنا سويت اللي علي. وحتى بالضبط أتذكر أنك حددت أني لازم أجيب مهاجمين حتى لو استقبلت أهداف، إن في مهاجمين يعوضون لي الشيء هذا. فأنا أبغى برضو في المقابلة هذا وفي الاتصال هذا أنت تقريبا عناوين الموسم القادم، عارف وش أنت جالس تفكر فيه بالضبط؟ أنا أفكر في استمرارية نادي النصر على المنافسة يعني، وإحنا ما نشتغل لحالنا في نادي النصر، في أندية كبيرة أخرى وتعمل، فلذلك لازم أن نعمل ونحاول نعمل أفضل من الأندية الأخرى لكي نستمر في الطليعة يعني في أندية المنافسة. أنا أبغى أتكلم عن حسين عبد الغني. الكل كثر عليه إنه حسين عبد الغني يتدخل، حسين عبد الغني يتحكم. أنا أبغى وش دور اللاعب هذا في الموسم هذا وفي المواسم السابقة؟ أنا سألت تحت الهواء وبين الأصدقاء وهذا إيش أفضل صفقة جبت لك. طبعا كل الصفقات مهمة جدا، لكن أفضل صفقة في عهدي صفقة حسين عبد الغني. حسين عبد الغني ما هو فقط قائد داخل الملعب، قائد خارج الملعب، إنسان صريح وواضح، والحمد لله يعني أول دوري يأخذه في تاريخ الرياضي كان هذا الدوري، وإن شاء الله بيرفع الكاس يوم الأحد كابتن نادي النصر، والحمد لله حسين يعني شهادتي مجروحة فيه صراحة. أبو تركي مساك الله بالخير. هلا مساك الله بالخير أبو سعد. مبطين عنك أبو تركي. توني شايفك قبل يومين، وين تمويه. أبو تركي طبعا أنا أبارك لك حقيقة بهذا المنجز الكبير، وحقيقة هذا يعني ثمرة جهدك وثمرة تعبك، وأيضا يعني شجاعتك وتحملك للمسؤولية. أنا أتذكر أبو تركي بعد بطولة الوحدة الإماراتي في رمضان الماضي باركت لك بعد حصول النصر على هذه البطولة، فقلت لي إن شاء الله راح تبارك لي على بطولة أو بطولتين في الموسم، ففعلا تحققت. طبعا أبو تركي أنا بتكلم بخصوص لما نتحدث عن نادي النصر نتحدث عن نادي جماهيري، ربما يمكن يعني من خلال الأرقام من خلال التفاعل يمكن نقول أن النصر أكبر قاعدة جماهيرية في الخليج بدون مبالغة. نعلم تماما أبو تركي أنه النصر أنهى الشراكة الاستراتيجية مع الاس-تي-سي، وبالطبع يعني أي فريق كبير ويرغب في التعاقدات لابد أن يكون له يعني شركات ممولة. ما أدري وش مخططات الأمير فيصل بن تركي للموسم القادم، بالإضافة يا أبو تركي إلى أنك أنا أيضا قدمت بطولة جديدة بعد مباراة الشباب والحصول على اللقب، من خلال أنك أعلنت بقائك أو رغبتك في البقاء لمدة 4 سنوات قادمة. بالتأكيد هذا الأمر أسعد الجماهير النصراوية، لكن كيف أيضا رأيت من خلال هذا الإعلان تفاعل أعضاء شرف نادي النصر؟ والله بالنسبة للشركات الراعية وهذا احنا جتنا عروض كثيرة، لكن احنا ما قبلناها لأنها ما توازن طموح نادي النصر. لما كنا نحكي مع الشركات في بداية الموسم غير لما تحكي وانت في نهاية الموسم ومحقق بطولتين، وغير كذا القوة الشرائية لجماهير نادي النصر معروفة والأرقام تثبتها، فهذا بيعطينا يعني زي ما تقول مفاوضات بتصير بشكل أكبر، يمكن ترفع الأسعار. نادي النصر الحمد لله معروف بجماهيريته، وإن شاء الله يعني المفاجآت والأخبار سارة بتكون متوالية بإذن الله في خلال الشهرين القادمة. بالنسبة سألتني أخوي بندر على الترشيح. أنا لو ما أحس إني أكون قادر أخدم نادي النصر لن أرشح.
لكن الحمد لله يعني سن الواحد تسمح له انه يقدر يختم 4 سنوات هالجماهير الوفيه وهالكيان العظيم. وان شاء الله احس ان عندي الرغبه انه بالاستمرار في المنافسه القويه على جميع البطولات. وتأكد أن جماهير النصر لن تقبل برئيس غيرك أبو تركي. لا إن شاء الله. شوف الرمز الله يغفر له الأمير عبد الرحمن بن سعود يعني مؤسس نادي النصر الفعلي ورمز نادي النصر. الحين احنا حققنا بطولات، يأتي غير فيصل بن تركي يوم من الأيام بيحقق بطولات بإذن الله. إذا ما خصصت الأندية، أما إذا خصصت في كلام آخر. ناويهم. اي تفضل. بخير سمو الامير. هلا بك بالنور. محمد السويلم الله يطول عمرك. هلا بك بالخير يا محمد. شلونك؟ الله يحييك، عساك طيب. الله يطول عمرك. ألف مليون مبروك. الله يبارك فيك. تحقيق المهم والأهم كذلك. قبل كذا يا محمد، أنت يا محمد كنت يعني موجود معنا في فترة كانت فترة تعرفها صعبة، والحمد لله وصلنا إلى نهائي مولاي خادم الحرمين الشريفين. وأحب أشكرك على خدمتك لهذا الكيان الكبير، وأنت كنت مشارك في هالعمل اللي أتى فيه الحصاد في آخر في هذا الموسم. فأحب أشكرك جزيل الشكر. أول هذا أمير مو بغريب عليك، هذا أمر. الأمر الثاني، أنت قدمت لي أنا تحديدا وجميع الجماهير النصراوية أجمل وأغلى هدية هذا الموسم. النصر حقق الأهم في تحقيق الأرقام القياسية والجمال والاستثناء في هذا الموسم. هذا لا شك هو جانب مهم. الأهم عندي وعند الغالب هو فعلا الرؤية المستقبلية اللي أنت أطلقتها مع نهاية الموسم، بمعنى أنه أنت لما تيجي تجدد الفترة رئاسية جديدة، وقبلها كان هناك عمل من خلال تجديد عقود اللاعبين اللي شارفت على الانتهاء، واللي كان باقي على بعض عقود اللاعبين 1.5 سنة. هذه رؤية لا تنطلق إلا من رجل يملك الفكر والقدرة على فعلا إحضار النصر وأيضا للمستقبل، ليس فقط حصول على البطولة هذا الموسم أو بطولتين أو حتى الموسم القادم، وإنما لمواسم ولمنافسة بشكل دائمة ومستمرة على البطولات. وأنا أعتقد أنه هذا اسم النصر الكبير اللي فعلا من الأسماء الكبيرة اللي أعادت النصر للشمس، وأيضا لغة الانتماء والوفاء اللي أنت ذكرتها من شوية. الله يحييك ويطول لي عمرك. أنه دائما ذكر الناس وشكرهم، وهذه كانت مبادرتك، وأنا أعتز وأتشرف أني تواجدت وعملت أيضا مع سموك الكريم. لكن ثق تماما سمو الأمير، هذه الرؤية اللي أنت أطلقتها واللي عملتها، أنا متأكد وكل التأكد أنها بإذن الله تعالى ستحضر النصر أفضل مما هو عليه هذا الموسم، لأنه فعلا البناء دائما والرؤية المستقبلية هي فعلا اللي تعطي حضور للمستقبل، وأيضا تعطيك مادة وقيمة لعمل قادر فعلا أن يحضر من خلاله المتعة والجمال، وأيضا يحتويها الوفاء. وهذه كانت لغة النصراويين من خلال هذه الحلقة، وأيضا من خلال رسالتك الجميلة اللي شكرت فيها جميع منسوبي هذا النادي من جماهير وأعضاء شرف ولاعبين وعاملين، حتى من بعض الأشخاص اللي كانوا مبتعدين لمدة 2 أو 3 سنوات، وأنا أحدهم. لك يا أمير كل الشكر والتقدير، ودعواتي الصادقة بأن الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك التوفيق، وفار النصراوي إن شاء الله بإذن الله تعالى السعادة الدائمة. الله يطول عمرك ويسلمك يا محمد. طيب أبو تركي، يعني الجماعة خلصتوا كلكم صح؟ نسأل احنا أبو تركي كم من سؤال ناخذ دوركم شوي. بس سؤال أنا ما أدري في كلامكم لأن نخليكم براحتكم. سألتوا أبو تركي عن موضوع كرينيو. قبل كرينيو، قبل ما ندخل في الموضوع مدرب، أبو تركي وش الترتيبات اللي أنتم عاملينها والمفاجآت؟ نبي ما راح نتكلم عن المفاجآت كلها، ما راح تكون مفاجأة في النهاية، ولكن الترتيبات المميزة اللي أنتم عاملينها حق جماهيركم في يوم التتويج. لا هذه بالنسبة للجماهير إن شاء الله بيكون في تيفو من الجماهير، لكن كل الترتيبات بتكون من شركة عبد اللطيف جميل والفري شو والشو الأفتر بعد المباراة والتتويج. هذه أنا أعرفها طبعا، بس إنه
يعني ما ابغى اخرب عمل الاخوان في عبد اللطيف جميل. لا خلنا من عمل الاخوان في عبد اللطيف جميل، لكن في النهايه هذا الدوري هم يعني رعاته، لكن اكلمك كنادي النصر، يعني هل هناك احتفالات راح تسوونها في نادي النصر بعد المباراه ثاني يوم؟ يعني جايبين مطربين، مسوين عرضه حق الجماهير؟ لا صراحه احنا بيكون في حفل طبعا، يعني ما ابغى اعلن وين ومين اللي ما سمح لي اللي بيسوي لنا الحفل عبر التلفزيون، لكن حفل مبسط في اعضاء الشرف واللاعبين. بالنسبه للجماهير احتفالنا بيكون بعد المباراه مع جماهيرنا في الملعب لصقر مدرجات استاذ الامير عبد الرحمن بن سعود رحمه الله عليه، وان شاء الله يعني احنا الحين خلاص نحتفل ونبدا نعمل الموسم القادم، ما نبغى نكثر الاحتفالات لانه الى الان ما وصلنا الى اللي يعني نتامل. طيب خلنا نتكلم على كارينيو رايح قطر، قاعد رايح العين، رايح دولة أخرى أو نادي آخر، يمكن حتى في نادي السعودية. الفرنسي هيرفي ريناد أعتقد قادم النصر. أسامي كثيرة يا أبو تركي. من الأسئلة مع المدرب كارينيو يوم الاثنين إن شاء الله، وإذا كان كارينيو يبغانا مرة احنا نبغى 10. كم نسبة بقاء يا أبو تركي؟ إن شاء الله فوق 80%، لأن احنا سمعنا كلام كثير انه بصراحة يعني تدري شوف مدرب من يجيب بطولة ويجيب لك إنجاز وكذا أكيد انه راح يزيد عليه المطالب وسعره يرتفع وتبتدي المساومات عليه، هذا ما في نقاش عليه. أنا أعتقد أخوي خالد اللي يدخل نادي النصر صعب يطلع منه. كفو، كلام طيب. طيب وبالنسبة للموضوع حب يعني ما هو تحدي أو شيء، لا بالعكس هذا كلام طيب، وخصوصا إذا النصر يبغيه والبيئة إن شاء الله. طيب خلينا نتكلم على اللاعب. حتى بنسمع أخبار جيدة غير كريم إن شاء الله في الأيام القادمة بإذن الله تعالى. الله يسعدكم إن شاء الله دنيا وآخرة. خلينا نتكلم على خالد الغامدي. الآن في تويتر أنا استعرض رسائل الناس. تفضل. طال عمرك أنا بس في نقطة معينة. تمام. اللي صنع كارينيو الله ثم النصر. كارينيو ما جانا وهو بهالة إعلامية وإنه حقق إنجازات في بلده، ولكن من صنع نادي النصر هو صح عمل، ولكن نادي النصر وفر له جميع الأجواء من لاعبين، من حرية في العمل، من تجهيز لكل الأشياء اللي هو يطلبها. لهالسبب حقق الإنجازات، مو هو الوحدة. أنا أعتقد أن نادي النصر هو من صنع كارينيو، ونادي النصر عنده قدرة. إذا كارينيو سوى من أعتقد وعندك قدرة ونظرة أن إحنا نادي النصر يستطيع أن يحضر أفضل منا، وبإذن الله يستطيع أن يستمر بوجود اللحمة اللي من الجميع. والله ويوسف انت تتذكر يعني نادي النصر صنع مدربين خرجهم من مدرسة نادي النصر إلى العالمية يعني. إذا تتذكر جويل سدانا، فرناندين، طبعا بروشتش، أكيد تتذكر أنتم ماجد يعني ما يحتاج بروشتش. المدرب يعني جزء من المجموعة كلها، هو عمل وإحنا عملنا واللاعبين عملوا والأجهزة الإدارية. إن شاء الله يوم الاثنين بيتحدد كل شيء. يعني ما هو يوم الاثنين فقط، يوم الاثنين بدون يعني الإعلاميين أحكي الساعة 12 يقولوا لي جدد ولا ما جدد، هي مفاوضات. طيب خالد الغامدي وش وضعه طال عمرك؟ والله خالد الغامدي زي ما ذكرت احنا في اتفاقيه ملزمه بيننا وبين الكابتن خالد الغامدي، احنا نستنى تنتهي المباراه القادمه ان شاء الله ونشوف بكل حادث حديث بعدها. لأن صار من عندكم بيان او طلع من عندكم بيان بمقاطعه وكيل اعماله. نعم. اللي هو في نفس الوقت المصيبه انه هو وكيل اعمال يحيى الشهري، يعني انت الان عندك لاعبين اثنين يا ابو تركي. وكيل الاعمال قد يؤثر اوقات يعني. يحيى باقي له 4 سنين وعوض خميس باقي له 3 سنين، ما عندنا مشكله. طيب والغامدي يعني ايش راح يصير بالضبط الحين؟ وين بتوصلون؟ والله زي ما قلت لك اتفاقيتنا مع الكابتن خالد الغامدي ملزمه يعني، والطلبات اللي موجوده كانت اللي طلبوها وافقنا عليها، فعندنا من الان الى نهايه عقد الكابتن خالد الغامدي. حلو. طيب
سمعنا ان محمد نور راجع الاتحاد، سمعنا ثاني يوم لا محمد نور جالس في نادي النصر، وضعنا معاهم صراحه. والله شوف موضوع محمد ان شاء الله بيكون بعد المباراه بنقعد مع محمد، وان شاء الله محمد يعني اتوقع يكون نصراوي باذن الله. يعني معناته ان للحين ما انحسم موضوعه. لا، في اشياء بيني وبين محمد يعني يمكن ما هو ما يبغى يذكر، فنستنى لين بعد النهايه، بعد نهايه الدوري ان شاء الله. طيب باخذ من كلام اخوي فهد الطخيم من شوي لما قال لك اجيب واحد اعرفه احسن ما نجيب واحد ما اعرفه، وكأنه يرمي الى بقاء او يقصد بقاء إلتون في نادي النصر الموسم القادم. حنا يكون خالد لسه عندنا مباراه، لو المباراه تحصيل حاصل كان قعدنا نحكي على كل اللاعبين فردا، لكن المباراه ما هي تحصيل حاصل، مباراه مهمه جدا بالنسبه لنا. زي ما ذكرت في بدايه الحلقه نبغى نحقق اكثر عدد نقاط في تاريخ الدوري في المملكه العربيه السعوديه، واكثر عدد فوز في تاريخ المملكه العربيه السعوديه في الدوري. طيب خلينا من شوي ذكرت بتركي ان سبب عدم وجود راعي هذا الموسم لان الوقت كان متاخر وكنتم مسحومين وما شابه ذلك، لكن الان عندك الوقت انك تجيب سبونسر، وخصوصا انك بطل يعني بطل بطولتين الان في هذا الموسم. هو ما هو انا الحالي اللي ما قدرت اجيب سبونسر، في انديه كبيره مثل الاتحاد والاهلي والشباب ما قدروا يجيبون سبونسر، لانه صراحه يعني ما ابغى اتكلم في هالمجال اني الوم الشركات او الوم الانديه، لكن ان شاء الله يكونون خلال هالموسم خصوصا الاستثنائي اللي صار فيه الاعداد الكبيره الجماهيريه والمشاهده التلفزيونيه بشكل اكبر، انهم يستوعبون انه الدعايه والاعلان والتسويق هذا اللي يخدم الانديه اللي في الخارج ان كان في اوروبا او في امريكا، هي مجرد دعايه واعلان للتعريف بالمنتج ويفيدهم كثير دعائيا. ما هو لازم انك تجي وتحط دعايه على قميص الفريق وترجي من وراها انه استثمار رئيسي او استثمار يعني يكون دايركت لك. هذه دعايه وتسويق، فيجب على الشركات ان تفهم هذا الشيء. المشكله عندنا شيء مزعج صراحه، انه الشركه تقول والله انا لو رحت لنادي النصر او للنادي الف او باء انه الجماهير الانديه الاخرى ما راح تستعمل منتجي مثلا، وهذا شيء غير صحيح. ولازم ان ننضج استثماريا. انا اتكلم على الشركات، يعني في انديه ما ابغى اذكر انديه لان اخاف احد يشجعها في اوروبا، يعني معروف بالاحصائيات اكثر نادي غير محبب في اوروبا احد الانديه في انجلترا، لكن ما الشركات ما قالت والله ماني مسوي دعايه او ماني مسوي استثمار في هذا النادي. بالعكس يجب ان نعرف الاستثمار والتسويق وما نخاف من الانديه او الميول. حلو. يعني بتركي من شوي الكابتن صالح المطلق تكلم عن جماهير الجوف وكانوا يطلبون ان يعني بعمليه وجودهم في الملعب، فحبيت ان اقول لكم هذا الخبر. عضو شرف نادي النصر اللي هو الاستاذ فهد سعد العجلان تبرع منذ قليل ب3 باصات لنقل الجماهير من الجوف الى الرياض، وهذا شيء طيب. الله يسلمه، هذا غير مستغرب من الاخ فهد، وهو انضم الى هيئه اعضاء الشرف لسه من فتره بسيطه ان شاء الله، وانا اعرفه زين ما يحتاج. وكل اعضاء شرف نادي النصر ورجالات نادي النصر ما يقصرون. نعم. حلو ان الجماهير ان اعضاء الشرف ايضا يتسابقون في انهم يتكفلون بالتذاكر الجماهير او بالباصات او بالحضور، وان يسهلون عمليه الجماهير الاحتفال بهذا الحدث التاريخي. والله ما شوف اعضاء الشرف الجدد الان وجوه جديده ما شاء الله تبارك الله، يعني برضو يعني نقول لهم يعني يستاهل الاخ فهد سعد العجلان. نعم. طيب سمو الامير، سؤال، كل العقود اللاعبين خلاص نقدر نتكلم عنها الحين ولا قلت لي لازم عقب مباراة التعاون؟ لا بعد مباراة التعاون ان شاء الله. يبقى من نصيب بتال القوس معنا. اسمح لي ابو جاسم بس انت سبقت سؤال ابو جاسم. لا استاذ غدا احرقت على لا بس بيكون معنا كثير. تفضل. تركي فرصة انه نستفيد من وجودك بامانة ايضا، يعني بعد ما شاهدنا العمل داخل الملعب وايضا الجمال خارج الملعب.
من هذا المنطلق أنا عندي سؤال لو تكرمت الله يحفظك، اللي هو هل جمال فعلا والحضور الجماهيري المميز تيفو النصر اللي فعلا أشاد وأثنى على جمال هذا الحضور وهذا اللوحة الجمالية، الفيفا اللي هي طبعا المسؤول الأول عن كرة القدم في العالم وأثنت أيضا على جماهير النصر في هذا الجانب، لو حصل أنه فعلا تقدمت إحدى الشركات ورغبت في رعاية هذا التيفو الجميل ثاني أجمل جمهور على مستوى العالم، ما أدري وجهة نظرك طال عمرك، هل تمانع في ذلك؟ ترحب بالفكرة؟ بالعكس احنا عندنا عروض الحين لرعاية جماهير نادي النصر. يا سلام. قد نجدها الموسم القادم سمو الأمير؟ ممكن طبعا إن شاء الله إن شاء الله. يا ريت. باركم التوفيق إن شاء الله. عشان أعضاء الشرف يلتفتون للنادي، يخلون الجمهور يرعاوا ويدعمون النادي. كم أعضاء مجلس الشرف عندك أبو تركي حاليا؟ هيئة أعضاء الشرف؟ نعم. احنا بدينا يعني خلال 10 أيام الأخيرة في يعني استقبال الرسوم عضوية هيئة أعضاء الشرف، يعني إلى الآن ما أقدر أحكيهم لين خلال شهر شهرين، لكن أعضاء الشرف كثيرين، عندنا حول أكثر من 200 عضو شرف. طيب اسمح لي على هذا السؤال الخصوصي، خليني أقول لك يعني أوكي 210 كم المردود اللي يجي من وراهم حق النادي يعني تقريبا؟ ما راح نقول أنت قلت 120 مليون مثلا صرفته هذه السنة على الفريق، ممتاز. كم منها يعني إذا محرج منها نسبة مئوية، يعني كم منها حق أعضاء الشرف؟ والله شوف احنا مشكلتنا انا اتكلم عن المملكه هنا الانديه السعوديه. مشكلتنا انه الموضوع عكس اوروبا، يعني في اوروبا المداخيل يمكن 50% من نقل التسجيل، عندنا 57% ان كان من الرئيس او اعضاء الشرف، فهذه معادله مقلوبه، فهذه يجب ان تتغير يعني لكي تكون الأندية ماشية بشكل أفضل، يعني معتمدة على نفسها. طيب إيه بس يعني أوكي إحنا خلينا نرجع حق 120 كم يعني في المية تقريبا كم في المية من أعضاء الشرف دعموا؟ أي يعني أنت عندك 210، هل 210 كلهم يدعمون ولا أكيد إنه يعني من 210 بقول يمكن 10 بس كلهم، لكن إحنا نقدر ظروف البعض، في ناس ظروفها ما تسمح لها في بعض الأحيان، في سنة ممكن تسمح لها، في سنة أخرى يمكن ما تسمح لها. في الأخير كلنا نحب نادي النصر، واللي ما يقدر يدعم ماديا يدعم معنويا، اللي ما يقدر يدعم معنويا يدعم بالقلم، في أساليب كثيرة لدعم نادي النصر. طيب في ناس وعدوك وأكدوا لك إن في دعم كبير يجيك السنة الجاية؟ سام؟ الوعود اللي جاتك إن يدعمونك السنة الجاية؟ والله شوف اللي بيدعموني من أول هم اللي بيدعموني السنة القادمة، اللي دعموني هالسنة هم اللي بيدعموني السنة القادمة. نفس أعضاء الشرف اللي من بداية الموسم يمكن جاء أعضاء شرف جدد في آخر كم سنة، بالعكس هم موجودين ونشكرهم جميعا، ولا تخافون على نادي النصر إن شاء الله. طيب أنت شكلك متحفظ وأنا أحترم تحفظك، من حقك يا اسمح لي سمو الأمير، الأعضاء الشرف الله يجزاهم خير ويكثر خيرهم تبرعوا، ولكن تعرف الفاتورة مرتفعة والمصاريف ما جاء منك قصور، لكن سقفنا عالي، نطمح بالتبرع بأكثر إن شاء الله السنة الجاية. ما زال يعني المصاريف تكبر، وإلى الآن يعني ما اعتمد راعي، فنتمنى أنه مع الأعضاء اللي ما قصروا أنه البقية إن شاء الله أنه يتم يعني التواصل مع النادي ويكون دعم النادي مهما كان. صحيح أنت ما أنت مقصر ولا الأعضاء الباقين اللي قاموا ما قصروا، لكن تعرف أنت أكثر واحد يعرف قديش حجم الميزانية وكبرها، هذا تدخل ورأي شخصي. إن شاء الله. وإحنا الحين خلينا نفرح يوم الأحد ولا تأخر يا فهد، ترى المباراة عارف وقتها. بكرة إن شاء الله في التمرين عندك إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. ونتعشى العشاء بالفندق المعتاد إن شاء الله. إن شاء الله. لا تقدر تقول وش تتعشى، ما يحتاج، ما في عشاء. يا أبو فيصل تعازبون ولا تعزم الموجودين؟ معسكر ولا؟ لا عزمناك يا خالد، عزمناك. لا محمد سويلم هو اللي يتكلم مو أنا. محمد الله يحييه في أي وقت. تسلم طال عمرك، شرف لي، الله يحفظك.
الله يطول عمرك. انا والله كان ودي بالحضور واتشرف اني اكون موجود حقيقه، ولكن للاسف اني مرتبط مع البرنامج، لكن والله اني يشرفني كثير يا ابو تركي. ابو تركي الله يطول عمرك يا اخوي، يعني كان لك تصريح ومن شوي نزل عندي في تويتر، الشباب ما شاء الله جمهور النصر يعني من مساء ينزل لك صور كثيره ولقاءات كثيره، من ضمنها انك انت بعت حلالك لاجل عيون النصر. والله شوف، هل بقي شيء من الحلال؟ خير واجد ان شاء الله الخير واجد. لا الحين ان شاء الله، لا ان شاء الله يعني الواحد يعني شوف، حب نادي النصر عندي ما له حدود يعني، والحمد لله يعني وصلنا لجزء بسيط من اللي نطمح له ان شاء الله. ان شاء الله قادم الايام افضل بوقوف الجميع باذن الله. انا طولت عليكم وخليكم تحكون انتم. ابو تركي انا بتركك على راحتك، قلت لك احترم تحفظك، ولكن سؤالي بس هذا تجاوبني فيه بصراحه. اي فعلا في اول فتره رئاستي نعم. الجمهور يبغون اكثر مننا. انا طولت عليك، اقول الجمهور هو مطلب الجمهور. انا من ساعه تشوف شعرض، هو ما يشوف التلفزيون، ولكن احنا الصور نعرضها كلها لك. هو متابع البرنامج اعتقد، بس عشان المحادثه يمكن ابو تركي. يا ابو تركي يعني خلينا نتكلم كمنطق. انت انسان بعت حلالك، دفعت الكثير، وفي النهايه هذا من اجل حبك للنصر، والواحد ما يلومك في النهايه، هذا كيان كبير يعني. وسبق انك صرحت وقلت لن اترك النصر حتى اعيده الى امجاده، والحمد لله رب العالمين. ولكن معلش، النادي واللاعبين والتعاقدات والمدربين مثل الحنفيه طال عمرك ماي، والماي هذا ينزل فلوس. طبعا. إذا أنت راح تدفع من جيبك مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة، فأنت خسرت حلالك. ولكن احنا بنوصل رسالة أن لابد من وجود الدعم. الحكومات عندنا والله يطول في عمر أصحاب السمو وأصحاب الجلالة ما يقصرون مع الرياضيين، مع الأسر الرياضية، وفي دعمهم ومساندتهم لكل الأندية بدون استثناء. ولكن احنا لمتى ايضا بنعتمد فقط على اولياء الامر؟ ليش ما احنا نقول لا، احنا اليوم عندنا اعضاء الشرف، عندنا الشركات اللي قاعد تشتغل في البلد وتاخذ من الخيرات، ليش ما تدعم دعم حقيقي؟ يعني ما يصير انا تجيني شركه من الشركات وتقول لي بعطيك بس 25 مليون كانها منا يعني. لا يا اخي، انا فريق بطل، فريق لي تاريخ، فريق له جماهير، لابد ان الشركات ايضا توقف معاكم. ما في شك اخوي خالد ان حكومه مولاي خادم الحرمين الشريفين سمو ولي عهده وسمو ولي عهده الامير مكرم بن عبد العزيز داعم الرياضه بشكل عام بوجود اخي الامير نواف بن فيصل. لكن انت تتحدث فعلا عن الشركات، عن القطاع الخاص، هو اللي المفروض يتحرك. القطاع الخاص جزء اساسي في الرياضه في جميع انحاء العالم، فيجب هو اللي يتحرك في هالامور. زي ما قلت لك، قصه الانتماء او الانديه، اذا دخلت في استثمار في هذا المجال تقدر تدخل في استثمار ما هو في نادي واحد، تقدر تدخل في الانديه جميع. في امور كثيره نقدر نناقشها استثماريا ان شاء الله بتكون بيننا وبين الاتحاد السعودي وبين هيئه دوري المحترفين. عندنا افكار كثيره، وفي رؤساء انديه ومنسوبين الرياضه السعوديه وكره القدم بالتحديد عندهم افكار جميله، وان شاء الله متحمسين، وان شاء الله يكون في تطور. يعني انا اذكر انه كان في العقد السابق لدوري المحترفين مع شركه زين 60 مليون، الان الرعايه مع عبد اللطيف جميل اكثر من 120 مليون، فان شاء الله في المستقبل ايام. لكن ارجو انا انه يكون دوري المحترفين له صفه خاصه وغير الدوريات الاخرى. بالنسبه للنقل التلفزيوني والاشياء الاخرى، ان دوري المحترفين يصير زي البريمير ليج لوحده في كل شيء. طيب اخر سؤالين سمو الامير، معليش ما اطول عليك. وركاء يا طويل العمر. لا ركاء ان شاء الله انتم داعمينها، وبرضه هذا شيء نفخر فيه انه الاخوان في شركه اهم شيء ركاء. لا، وعلى راسهم سلمان الاخ سلمان المالك، انه دعموا دوري ركاء، اول شيء دوري ركاء، فهذا شيء طيب. بس زي ما صار بالنسبه لشركه ركاء رعايه دوري الدرجه الاولى، يصير التلفزيون للسعودي بريمير ليج، ويصير شيء خاص لدوري ركاء. طيب يعني ما نخلط الامور. اخر سؤالين بس، في لاعبين جداد راح نشوفهم الموسم الجاي في نادي النصر في وعود الجماهير؟ ما نبي نعرف حتى اساميهم، بس في ولا ما في؟ اكيد في لاعبين، ما يمكن النادي النصر يقعد ما يتحرك في سوق الانتقال. انا ما اقدر اصل يد تحكم،
محترفين أجانب ولا مواطنين؟ والله في لاعبين ان شاء الله، في اجانب وفي مواطنين. انا اقول لك والله ما اقدر لو تسال الاخ سالم عثمان، احلى يوم عندنا لما تقفل فتره التسجيل. انا اشهد صادق، نحس فيكم يا الانديه. طيب خلف الخلف يقول لك كيف يصف الامير فيصل بن تركي اداره نادي التعاون في نقل المباراه من القصيم للرياض؟ سم وانا اخوه. اقول لك الاخ خلف الخلف يقول كيف يصف الامير فيصل بن تركي بادرة نادي التعاون في الموافقة على نقل المباراة من القصيم للرياض؟ بالعكس، أنا شكرت نادي التعاون ورجالات نادي التعاون في أول مداخلتي، وترى يعني أنا بالنسبة للكلام الكثير اللي حول النقل، ترى يعني في أشياء كثيرة. يعني إحنا في نادي النصر مع شقيقنا نادي الهلال في قبل 3 سنوات في اعتزال الكابتن نواف الدمياط، كابتن نواف الدمياط، وارسلوا لنا اداره شقيقنا نادي الهلال بتقديم مباراتنا معهم في دوري المحترفين عشان اعتزال كابتن نواف الدمياط، وقدمناه وما كان عندنا مشكله ولا كنت رئيس النادي، فما في مشاكل. عموما كذلك مباراة الشعلة نقلت اثناء الدوري وهي لا فهد، احنا ما علينا مباراة الشعلة، يعني المباراة اللي احنا كنا دخل فيها. لا بيتكلموا يا امير الان للاسف اعلاميين لهم 41 سنة. انا ما ابغى ادخل يا فهد في مهاترات اعلامية عاد. لا احنا ندخل اعلاميين الان مجلس ابو فيصل. لا ابو فيصل اسمح لي، انا مع ابو تركي ما نتكلم الا عن النادي النصر ومع فرحة نادي النصر، واحنا جايين نحتفل بنادي النصر. شكرا يا اخوي خالد. الله يسلمك. شكرا لصاحب السمو الملكي الامير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر السعودي، شكرا جزيلا لك وشرفنا بمداخلتك، والف الف مبروك الفوز اخي الغالي.